مرحلة الوحش في الدلع. امال سموها متدلعة ليه؟ دي بقى المدلعة اللي أخدت شعبية كبيرة قوي الفترة اللي فاتت عندنا في اسكندرية، وفي الفيديو ده هنعملها بكل خطواتها، والطعم إيه؟ حكاية. وتعالوا نجيب الموضوع من البداية. أول حاجة هبدأ بيها هي تجهيز طبقة الكراميل، وهجهزها بنفس الطريقة اللي عملتها في الفيديو بتاع كيكة الحليب أو التريليشي اللي هي القشطوطة يعني. وعشان اللي ما شافش الفيديو هسيب لكم لينك الفيديو في التعليقات. هجيب حلة وانزل بنص كوباية سكر، وأول ما السكر يبدأ يتكرمل هنزل عليه بحتة زبدة، وأول ما الزبدة تسيح هنزل عليها بمية سخنة. وخلي بالكم البخار اللي بيطلع ده بيكون سخن جدا. ومع التقليب المستمر لحد ما الخليط كله يدوب مع بعضه هنزل بربع كوباية مية باردة ودايب فيها معلقة صغيرة نشا، وبس كده، ونسيبه يبرد براحته على جنب. انا جاي على بالي ان انا ادلعكم شوية، وعشان كده هعمل لكم المدلعة. المدلعة بقى دي حاجة كده ايه، طبقات كتير كده. واول طبقة فيهم هي البسبوسة. اول حاجة هنجيب كوباية الا ربع سكر، نص كوباية لبن يكون دافي، نص كوباية سمنة بلدي او زبدة. هنقلب كله مع بعضه لحد ما السكر والزبدة واللبن يدوبوا ويبقوا مخلوط واحد. اللبن والزبدة لازم يكونوا دافيين علشان السكر يكون سهل معايا في الذوبان. من الحاجات المهمة جدا ان الكوباية اللي بعاير بيها تكون كلها هي او كلهم يكونوا مقاس واحد. ولما نقول نص كوباية يبقى نص كوباية، مش كوباية الا ربع، عشان ايه ما تقولوش الحبة اللي في الاخر دول يعني هي جت عليهم. بتيجي عليهم بعد كده في الاخر تقول وصفاتي انا اللي بايظه. وبعد طبقه البسبوسه هتبقى طبقه كنافه متحمره، وبعد طبقه الكنافه المتحمره هتبقى طبقه كريم شانتيه، واخر حاجه هي طبقه الكراميل. كده السكر داب خالص مع السمنه واللبن او مع الزبده واللبن. وبعد كده هنبدا ننزل بالمكونات الجافه، وهي كوبايه ونص دقيق صميد، وعليهم ربع كوبايه جوز هند ورشة فانيليا، وهننزل بمعلقتين زبادي صغيرين أو معلقة كبيرة. نقلب بقى كله مع بعضه، نقلب لحد ما الخليط كله يتجانس بالشكل ده. لو الخليط طلع سايب ممكن نزود شوية دقيق سميد، ولو طلع ناشف شوية نزود شوية لبن أو زبدة. هو ده القوام اللي أنا عايزه. كده تمام. هنجيب الصينية نحط فيها شوية سمنة أو زيت أو زبدة. هندهن الأرضية كويس بأي مادة دهنية عندي، وبعدين هنزل بالخليط. هوزع الخليط في قلب الصينية بحيث يكون كله مستوى واحد. أنا مش مكبر طبقة الهريسة علشان لسه فيه طبقة كنافة وكريم شانتيه وكراميل، فأنا عشان كده عامل طبقة الهريسة هتبقى حاجة صغيرة خالص. هندخلها الفرن لمدة 25 دقيقة على حرارة 170. نيجي بقى للكنافة أو للطبقة التانية من المدلعة، وهي طبقة الكنافة. أنا الكنافة شايلها في الفريزر وبطلعها قبل ما بشتغل بيها على طول. نفرم بقى الكنافة بالسكينة بالشكل ده، أو ممكن نضربها في الكبة، بس أنا بفضل السكينة عشان أعرف أتحكم في حجمها كويس. هجيب حلة كبيرة وهنزل فيها بحتة زبدة كبيرة، ممكن استخدم سمنة بلدي هيكون افضل. وبعد كده هنزل بالكنافة اللي انا قطعتها. انا عندي كمية الكنافة ديت مش كتير، عشان كده هنزل بيها مرة واحدة. هحمر الكنافة لحد ما توصل للدرجة البني اللي انا محتاجها، ولو حسيت ان هي محتاجة زبدة ممكن ازود زبدة في النص، مفيش مشكلة. ضروري جدا التقليب المستمر، وده عشان ان الكنافة كلها تاخد نفس اللون في نفس الوقت. واثناء ما انا بقلب في الكنافة هكون بجهز الشربات، وهو كوباية مية وكوباية سكر. كنافة كمان خلصت والبسبوسة خلصت، وادي الشربات كمان قرب يخلص. هسيب الشربات يغلي شوية وهنزل عليه في الاخر بمعلقة جلوكوز. طفي النار وهنزل بنص ليمونة اللي في باب التلاجة. هنزل بقى بنص الشربات دوت، هنزل بيه على الكنافة. كمية الشربات والكنافة لازم يكونوا متساويين، ان الكنافة تكون تمسك نفسها شوية. هنزل شوية كمان.
والنص التاني هنزل بيه على البسبوسة. نيجي بقى للكنافة، ننزل على البسبوسة. الكلام ده كبير قوي يا جماعة، الكلام ده كبير قوي. بصوا الدلع، بص الدلع، بص عايزك تركز لي كده، ايه طبقات كده ولسه، لا دول اول طبقتين، فاضل طبقتين كمان. هنسيبها بقى لحد ما تبرد خالص، وبعد كده هنبدأ نجهز طبقة الكريم شانتيه ونحط الكراميل اللي عملناه في اول الفيديو. نص كوباية سكر بودرة، وعليهم نص كوباية كريم شانتيه خام، نفس الكوباية اللي بعاير بيها، ونص كوباية لبن ساقع، وهنبدأ نضربهم. وبس كده، كده الكنافة والبسبوسة بيرضوا خالص. هنبدأ ننزل عليهم بالكريم شانتيه. هوزع طبقة الكريمة بالتساوي في قلب الصينية، وده عشان لما انزل بطبقة الكراميل ما تكونش مايلة في جنب عن جنب تاني. وبعد كده هننزل بالكراميل. هوزع طبقة الكراميل على الصينية كلها بالشكل ده، والكريم شانتيه الباقي هنحطه بقى في كيس حلواني. طريقة التزيين بتختلف من حد للتاني، وكل تزيين حسب المناسبة بتاعته. أنا بصراحة جت معايا كده بالصدفة. هنسيبها في التلاجة ساعة كده أو ساعتين، وبعد كده نبدأ ناكلها. شكلها في منتهى الجمال، بس يا ترى طعمها هيطلع زي شكلها؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. نيجي بقى للحظة اللي أنا بحبها، لحظة قص الشريط. الله 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 الله، ايه ده، ايه ده، انا حاسس ان انا هتدلع النهارده. بص بقى، عايزك بقى برضو ايه تركز في التفاصيل زي بتاعه التريليشيا كده. نركز بقى في التفاصيل. اول طبقه بسم الله بسبوسه، تاني طبقه كنافه، تالت طبقه كريم شانتيه، ورابع طبقه الكراميل. طب يلا بقى بينا ندوق الطبقات دي كلها مع بعض. ندوق ولا الشكل كفايه؟ انا بقول الشكل كفايه، بس برضو هندوق. بسم الله. ايه ده؟ ايوه. لا 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 لا، دي طلعت رهيبه، مجرمه. انا عملت جريمه. متدلعه متدلعه صح. ما هو في دلع ايه اكتر من كده؟ يعني بسبوسه على كنافه على كريم شانتيه على كراميل، يعني في دلع اكتر من كده؟ مفيش خلاص. ده اخر مرحله، ده توب ليفل يعني، اخر مرحله خلاص. دي مرحله الوحش، دي مرحله الوحش في الدلع. امال سموها متدلعه ليه؟ انصحكم تجربوها. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتمنشنوا لحبايبكم اللي هتدلعوهم بالمدلعه دي. اشوفكم في فيديو جديد. اخش اتدلع بقى لوحدي.